اليوم نحن وياكم بافتتاح المرحلة 16. طبعا رح نبلش بدقيقة صمت عن روح شادي مشرقي ووديع سيسين يلي عم يتم أكيد تكريمهم بأرض الملعب بملعب غزير. دقيقة صمت. دقيقة صمت. إذا بنعزي أكيد عائلة كرة السلة، عائلة الحكمة، وكمان عائلة شادي مشرقي ووديع سيسين يلي افتقدناهم من أيام أكيد بحادث سير مؤلم. رح بلش هالمباراة بداية مع رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أستاذ وليد نصار. عندك شيء تقوله اليوم قبل انطلاق هالمباراة؟ يعني بتعرف هذا الحادث المؤلم اللي صار مع شادي ووديع، هيدي شغله هيدي اللي زعلتنا اليوم وحسرة بأرضنا عن كل اللبنانيين، مش بس جمهور الباسكتبول. نحن على طول كاتحاد بنفكر انه جمهور الباسكتبول وقت اللي بيعمل اي خطأ بنعاقبه، بس ولا مرة فكرنا انه نكافيه على كل الجهود اللي بيعملها، لانه هو عصب كثير مهم وعصب للعبة، وخاصة لعبة باسكتبول بلبنان. فأردنا بلفتة هيك وفاء لشادي ووديع انه نكرم جمهور الباسكتبول بلبنان، وحبيت نبلشها اليوم بغزير انه نكرم نادي جمهور نادي الحكمة. يعني هذا رح يكون في تكريم لكل الأندية، 9 أندية رح يتكرموا على أرضهم بطريقة متتالية حسب الجيمز، ورح نبلشها اليوم مثل ما قلت يعني وفاء للشباب الله يرحمهم. اكيد الله يرحمهم. كمان رح نشوف كيف رح يتم تكريم اذا جمهور الحكمة يلي اكيد عم نشوف هون رابطة جمهور الحكمة عم تكرم كمان شادي ووديع يلي افتقدنا لهم من ايام قليلة بحادث بالفعل مؤلم. كلمة صغيرة كاتحاد، نحن على طول من سنين وهلا عيناتي يعني اجى 3 سنين بنعاقب على طول جمهور الباسكتبول لما بيغلط او بيخالف القوانين للنظام العام للاتحاد، بس يمكن ولا مرة الاتحاد كافأ وهنا جمهور الباسكتبول اللي هو بينعد الجمهور الاول للرياضه الشعبيه الاولى بلبنان. اذا رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة اللي عم يلقي كلمة لجمهور الحكمة، ومثل ما ذكر اكيد بانطلاقة الهوا اليوم انه رح يتم تكريم كل جماهير كرة السلة على ارضها بدءا من اليوم، لانه الجمهور هو العصب الاساسي لكل الرياضات وخاصة رياضة كرة السلة اللعبة الشعبية الاولى بلبنان. بتمنى انه تكون خدمة احزان اهلهم والله يصبر اهلهم وجميع المحبين وجمهور الباسكتبول عامة وجمهور نادي الحكمة خاصة. وفاء لشادي وديع بنقدم درع باسمي واسم ورئيس الاتحاد عم يقدم وفاء لشادي ووديع درع لرابطة جمهور الحكمة، ويصير مع 9 أندية مشاركة على انه هالدرع يكون موجود بكل مباراة على ارض اكيد الفريق اللي بيستضيف المباريات، ليتكرم تسع أندية مع جماهيرها. طبعا مش بس اللاعبين والإداريين والأندية، برجع بقول الله يرحم الشباب، انتبهوا بالسواقة، انتبهوا على حالكم، وإن شاء الله بالتوفيق بالجاي. ثانك يو. إذا عائلة شادي ووديع الموجودين كمان بأرض الملعب أكيد بنعزيهم، كمان موجودين اليوم بالمباراة.
هالشابين يلي يعني مثل ما عرفنا اكيد بعدين ما بقفوا ولا مباراة، دايما موجودين بمباريات فريق الحكمة وغير مباريات كمان، لانه هن بيعشقوا كرة السلة، بيكونوا موجودين باغلب المباريات، هالقد بحبوا كرة السلة. اذا عم نشوف تسليم الدرع، عم يستلموا بشير هيكل ورابطة جمهور الحكمة. إذا يعني أجواء بالفعل مؤثرة قبل انطلاق هالمباراة بافتتاح المرحلة ال 16 لبيبسي بطولة لبنان لكرة السلة، هالمرحلة اللي فيها مباريات حساسة جدا، لأنه عم نقترب من نهاية الريجولار سيزون أو الموسم العادي، يعني عم نقترب من النهاية، وكل مباراة صار عندها حسابات كثير بالنسبة لترتيب البطولة. مباراة الحكمة والمتحد من المباريات كمان جدا حساسة، فريق الحكمة يلي عم يفتش على انتصار سادس له بالبطولة لحتى يبلش يرتاح من الصراع على المركز الثامن، هالصراع اللي عم يكون إذا فينا نقول من أشرس المعارك الرياضية طبعا بين الشانفيل والويزة. الحكمة إذا اليوم بفوز بيبتعد عن الويزة والشانفيل، وهيك بتكون الامور مختلفه بالنسبه للنادي البيروتي. لكن النادي المتحد اللي عم يلعب بعده بغياب راي شونتري قدم مستوى كبير، يعني فاز على هومنت من بغياب راي شونتري، وقدر نافس فريق الرياضي بطل لبنان لثلاث كوارترز قبل ما يسقط بالكوارتر الاخير. واكيد فريق المتحد يلي كمان عينه على المباراه اليوم لحتى يضمن على الاقل المركز الثالث، يعني هو عم يجرب يخلص الريجولار سيزون بالمركز الثالث. هيدي بعض الحسابات البسيطه اللي فينا نقول قبل انطلاق المباراه. بينما الحكام المباراه الثلاثه اليوم هن رباح نجيم مروان ايجو وزياد طنوس، هن الحكام الثلاثه يلي رح يقودوا مباراه اليوم يلي عم تصير بملعب غزير. تشكيله المدرب فؤاد ابو شاره، لكن بدايه النشيد الوطني اللبناني افتتاحا. إذا النشيد الوطني اللبناني اللي عم يفتتح المباراة بين الحكمة والمتحد. آخر مرة فاز النادي الشمالي بملعب غزير من وقت طويل، تحديدا من 2,327 يوم، من 1058 يوم. آخر مرة فاز المتحد بهالملعب بملعب غزير كان ب 22/4/2013، فاز بفارق 10 نقط 94-84. لكن بمرحلة الذهاب الفريقين التقوا وقدر فاز النادي الشمالي 113-98 بطرابلس. تشوف اليوم مواجهة المدرب البوسني ألان أبز والمدرب فؤاد ابو شعره كيف راح تكون بالمباراه. تشكيله المدرب ابو شعره عم يكون تود اوبراين، تيرل ستوغلن، راتكو فاردا، والثنائي اللبناني صباح خوري وجو غطاس. بينما من جهه النادي الشمالي عم يكون في الثنائي اللبناني تشارلز تابت وعمر الايوبي، والثلاثي الاجنبي كمان راميل كوري، مايك تايلر ونيكولاس كمان اللاعب الصربي موجود بتشكيله المدرب البوسني ألان أبز. تيرل ستوغلن عم يدافع عليه راميل كوري. اكيد جو غطاس عنده مهمه دفاعيه اليوم بما انه موجود بالتشكيله الاساسيه، وممكن تكون على مايك تايلر. تود اوبراين بمر لراتكو فاردا، المحاوله ما بتنجح والريباوند دفاعي لمايك تايلر، بأمن الريباوند الدفاعي. تشارلز لاحظوا الغطاس كيف عم يدافع على مايك تايلر، مثل خياله لاحقه. راميل كوري بياخذ التسديده الثلاثيه، المحاوله ما بتنجح. فاردا على الريباوند، بيعمل اول ريباوند دفاعي راتكو فاردا بالمباراه. جو غطاس، الغطاس لتود اوبراين عم يدافع عليه نيكولاس كوغا. هون في مسماتش واضحه بالنسبه للطول للاعبي نادي الحكمه، مشان هيك المدرب ابز عم يعتمد على دفاع منطقه بانطلاق المباراه. اذا بده يلعب مان تو مان رح يكون عنده مشاكل كبيره، لانه كوغا عم يدافع بصير على اللاعب تود اوبراين.
ولا مبلش دفاع من تومان المدرب اباس. كوغا هو اللي عم يدافع على تود اوبراين. راتكو فاردا عم يدافع عليه تشارلز تيبت. فاردا بده يجرب يلعب على اللو بوست. فاردا بيطلع طابه لبرا عند الغطاس يلي بيسدد التسديده الثلاثيه والتيبت بيعمل الريباوند. اول ريباوند دفاعي لتشارلز تيبت، افضل ريباوندر لبناني ببطوله لبنان. مايك تايلر لكوغا. راميل كاري. نيكولاس كوغا كمان لراميل. راميل كاري بيخترق من البيس لاين، بتوصل للايوبي. الايوبي بيسدد مع الباك بورد وبيسجل اولى نقاط المباراه من تسديده ثلاثيه عمر الايوبي. بيعطي التقدم لصالح النادي الشمالي. تريل ستوغلن. تريل كمان بياخد التسديده الثلاثيه وبيسجل تريل عن الارك. بيرد سريعا كمان بيسلي ثلاثيه على عمر الايوبي لتتعادل النتيجه بعد الدقيقتين من انطلاق المباراه. 3 لكل فريق. مايك تايلر. تسديده بسجل مايك او هون راميل كاري هو يلي سدد وسجل. تاني 3 بوينتس. تاني 3 بوينتس اذا لصالح النادي الشمالي. وتود اوبراين عم يتابع. تود اوبراين بتب لينزل الفارق لنقطة. راميل كاري. راميل كمان تسديده هالمره ما بيجي. راميل كاري الريباوند لمير كمان لتود اوبراين اللي عنده حضور قوي على الريباوند. هيدا تاني ريباوند له بالمباراه. ستوغلن بيطلع الفاست بريك. تريل ستوغلن بيروح على السله ما بينجح وفي خطا لصالح تود. خطا لصالح تود اوبراين بعد اوفنسيف ريباوند. بالفعل تود اوبراين يعني بثالث مباراة لإله حضوره عم بيزيد قوة مباراة بعد مباراة. بوقت راتكو فاردا عم يرتكب تورن اوفر. من النوع السهل راتكو فاردا. مايك تايلر. مايك تمريرة لتشارلز. رائع جدا تشارلز تيبت. ملا فينش على تشارلز. عم يستفيد من البيك اند رول ليسجل اولى نقاطه بالمباراة والمتحد عم يتقدم بفرق 3. تود اوبراين لراتكو فاردا. صباح خوري لتريل ستوغلن. تريل عم يخترق. تريل ستوغلن ما بينجح بالمحاولة. ريباوند هجومي لفاردا ولكن مقطوعة من دفاع نادي المتحد. لاحظوا مايك تايلر بيطلع الفاصل. راميل كاري بيسدد على الارك ما بينجح. ونيكولاس كوغا كمان بدوره ما بيتمكن من التسجيل. صراع الطابة عم يحسموا تشارلز تيبت. ما معقول ملا تشارلز. ما معقول تشارلز تيبت كيف عم يقدر يعمل الريباوند. ثانيتين ثانية بيسدد الأيوبي ما معقول. عمر الأيوبي ملا فيد اواي عم ينجح يسجل نقطته الخامسة ليصير أفضل سكورر بالمباراة ويعطي تقدم بفارق 5 لفريقه. 10-5 اللي يرستم على مقعد التبديل. تريل ستوغلن. تمريرة بتوصل لصباح خوري برد كمان بالثلاثية. أولى نقاطه لصباح خوري بالمباراة. وهون بلشت الحساسية بين فاردا ومايك تايلر. حساسية بين مايك تايلر وراتكو فاردا بالمباراة. هيدا الأمور يعني هول الأمور متوقعة تصير بهالمباريات الحساسة.
مايك تايلر عم يدافع عليه جو غطاس. مايك كمان عم يمرر للايوبي. الايوبي لا عمر الايوبي تاني 3 بوينتس لعمر بالمباراة بتمريرة من مايك تايلر. نقطة الثامنة لعمر. عم يتقدم بفارق 5 حاليا فريق المتحد. المدرب أبز عم يريح تشارلز واللاعب الايوبي تود اوبراين بيعمل فيد اواي ما بيسجل. تود اوبراين ريباوند لمايك تايلر. خطأ لصالح مايك. الخطأ من رودريج. اول خطأ على العقل. الدقيقة و48 ثانية بيبقى لنهاية الكوارتر الاول. 19-18. راميل كاري لنيكولاس كوغا بمرر مقطوعة. رودريك بيطلع على الفاست بريك مع إلي رستم. لاحظوا الترانزيشن عند فريق المتحد ممتازين بالترانزيشن ديفنس. ما خلوا ابدا فريق الحكمة يلعب فاست بريك. تود اوبراين مس ماتش واضحة عم يدافع عليه نيكولاس كوغا بدفاع المنطقة. عم يلعب من جهة كوغا وريباوند راميل كاري بعد ما اضاع فريق الحكمة فرصة بالتسجيل. خطأ جديد لصالح فريق المتحد. الخطأ الثاني على رودريج. مايك تايلر تسديدة ثلاثية بيسجل مايك تايلر أولى نقاطه بالمباراة. اللاعب الأكثر تسجيلا ببطولة لبنان لكرة السلة. صاروا 50 3 بوينتس لمايك تايلر. وبنفس الوقت عم بيكون عنده برسنتج كمان كتير مهم عن ال 3 بوينتس هاللاعب. هلا نتابع هون رودريج عالية اللي عم يخترع على السلة. العقل ما بينجح بالمحاولة. ريباوند دفاعي لعلاء الدين أرناؤوط. بعد العموري بيعمل اوفنسيف ريباوند. البوزيشن بتبقى لصالح النادي الشمالي المتقدم بفارق نقطتين. ومايك تايلر هالمره ما بينجح بالمحاوله. تود اوبراين بيعمل الريباوند. اخر 15 ثانيه لنهايه الكوارتر الاول. مايك تايلر يعني اكثر لاعب بسجل 3 بوينتس وافضل لاعب ببرسنتج. عنده 49% برسنتج وصار عنده 50 3 بوينتس بالليج. ستوغلن بسدد وبسجل. تيريل بسجل على البازر مع نهاية الكوارتر الأول. بسجل نقطته العاشرة لتتعادل النتيجة 21 لكل فريق مع نهاية الكوارتر الأول. 21 للحكمة 21 للمتحد مع نهاية الربع الأول. بداية قوية لهالمباراة متعادلة. هاشتاج المباراة اليوم SAGMOT. الهاشتاج اللي بنتواصل نحن وياكم فيها بهالجيم SAGMOT. اذا هي الهاشتاج. الفريقين على ارض الملعب بانطلاقة الكوارتر الثاني. مايك تايلر دايما معه رودريج عائل بالديفنس. راميل كاري مايك
عم بمرر مقطوعة من دفاع فريق الحكمة، بتوصل لعلاء الدين أرناؤوط اللي عنده 5 ثواني بعد. رمال كاري بيسدد بالمسافة المتوسطة، والأرناؤوط عم بيتابع من اوفنسيف ريباوند ليسجل أولى نقاطه. أول سلة لعلاء الدين أرناؤوط. خطأ لصالح فريق الحكمة. ترى ستوكلين ما عم ينجح ترى، لكن في خطأ لصالحه. رح يكون عنده 2 فري ثرو ستوغلن، 10 نقط، ثاني افضل سكورر بالمباراة بعد عمر الايوبي ب 13. هاللاعب يلي بعده عم يعاني باصابة بكتفه. الاولى بسجلها تيريل، نقطة ال 11. بسجل الثاني، 12 نقطة لستوغلن، تعادل الفريقين من جديد. راميل كاري، تسديدة ناجحة لراميل كاري، وهالمرة من المسافة المتوسطة. نقطته الخامسة لراميل ليرجع يتقدم الفريق الشمالي بنقطتين. دبل فاول. دبل فاول بين فردا واللاعب علاء الدين أرناؤوط. على LBCI سبورتس على تويتر سائلين مين برايكم رح يفوز بلقاء اليوم؟ لهلا التصويت 65% للحكمة، للمتحد 35%. هيك لهلا عم يكون التصويت اذا على LBCI سبورتس على تويتر. تسديدة تيريل ستوغلن ما بتنجح. مايك تايلر على الريباوند. مايك تايلر بسجل. مايك تايلر لاعب رائع. مايك تايلر لاعب سريع سريع. 5 نقط لمايك تايلر، والمتحد عم يتقدم بفارق 4. بشير العموري كمان على ارض الملعب. رودريك بسدد على الارك، ما بينجح بالمحاولة الثلاثية. الريباوند لصالح طارق العموري. طارق العموري بياخذ الاوبن شوت، ما بينجح بالمحاولة الثلاثية. الريباوند لصالح تيريل ستوغلن يلي بيطلع الفاست بريك. تيريل ستوغلن بيروح على المسلة، وتود اوبراين من حسن حظه لستوغلن انه اوبراين موجود ليتابع من اوفنسيف ريباوند، بوقت فريق المتحد عم يضيع الفرصة. لكن البوزيشن عم تبقى لصالح النادي الشمالي بيقول الحكم. عمر الايوبي والثابت من جديد على ارض الملعب بعد ما ريحهم المدرب ابز. مايك تايلر، خطأ من بشير. بشير عموري اللي استعان فيه من ثواني قليلة المدرب ابو شقرة. هيدا الخطأ الاول على العموري. راميل كاري، راميل بطلع الطابة لبرا عن نيكولاس كوغا. من جديد راميل كاري بعد معه 5 ثواني بالهجمة. راميل كاري بيخترق، بسدد وبسجل. راميل كاري عم يعمل مباراة كبيرة. راميل 7 نقط لكاري، بيرجع بيعطي التقدم 4 لفريقه. 25-29. تود اوبراين، ذكية التمريرة ما بتنجح، والعموري كمان بيتابع ما بينجح بالتسجيل. ومايك تايلر على الريباوند. مايك تايلر بيتوغل. مش معقول مايك تايلر، مش معقول مايك تايلر بأي طريقة
عم بيسجل نقطته السابعة ليعطي تقدم لفريقه بفارق 6. 25-31 تايم اوت للمدرب ألان أباز. فريق الحكمة اللي عم يلعب المباراة ما قبل الأخيرة لإله بالريجولار سيزون، يعني اليوم عنده مباراة وعنده مباراة يوم الأحد مع الرياضي بدرب بيروت بهالملعب، وبينتهي الريجولار سيزون بالنسبة لإله قبل ما ينطلق دور المجموعات. بذكر بالنتيجة 25-31، 3 دقايق على انطلاق الكوارتر الثاني. قدر فريق المتحد يسجل 10 نقط ب3 دقايق مقابل 4 لفريق الحكمة، بعد ما كانوا متعدين الفريقين 21 لكل فريق بنهاية الكوارتر الأول. تمريرة عم توصل لراتكو فاردا تحت السلة، فاردا بيضرب وبيسجل أول سلة لإله بالجيم بتمريرة من تيريل ستوغلن. جو غطاس عم يرجع لأرض الملعب ليكون هو اللاعب اللي عم يدافع على مايك تايلر، ونيكولاس كوغا عم يسدد بنجاح عن الارك. الثري بوينتس رقم 5 لفريق المتحد بالمباراة. كمان تيريل ستوغلن، خطأ لصالح تيريل. الخطأ من عمر الأيوبي، الثاني خطأ على عمر. مايك تايلر خطأين، طارق العموري خطأين، عمر الأيوبي خطأين، تشارلز تابت خطأين، ونيكولاس كوغا خطأين. كمان رودريج عائل عنده خطأين. بضيع الفري ثرو الأولي ستوغلن. كمان بضيع الثاني، وهون في خطأ من جو غطاس لصالح مايك تايلر. خطأ إذا لصالح مايك تايلر. خطأ الثاني على الغطاس. المتحد اللي عم يلعب من دون ريشون تيري المصاب، وهون سبورتسمان لايك فاول من جو غطاس لصالح فريق المتحد، تحديدا لصالح نيكولاس كوغا. بيسجل نيكولاس، بيسجل المحاولة الأولى. يعني اللي قبل هالمباراة كان عنده محاولتين بس على الفري ثرو، سجل واحدة من 2 لقبل هالجيم. 6 دقايق و20 ثانية بيبقى لنهاية الكوارتر الثاني. كمان عم يسجل كوغا 2 من 2 هالمرة، بصير رصيده 5 نقط. بوزيشن رح تكون كمان لصالح النادي الشمالي يلي عم يتقدم بفارق 9. جو غطاس على مقاعد الاحتياط، وصباح خوري بدلا منه على ارض الملعب. مايك تايلر لرمال كوري، بياخد التسديده الثلاثيه. ما معقول اليوم رمال كوري عم يسجل نقطته العاشره وتاني 3 بوينتس لإله. 12 نقطه، المتحد عم يتقدم 27-39. الي رستم لراتكو فاردا، فاردا وهون في تورن اوفر على راتكو فاردا. والمتحد المتقدم بفارق 12 ممكن يزيد تقدمه اكثر. مايك تايلر
هايك عم يتحضر على مقعد التبديل. نيكولاس كوغا لاحظوا طابة فريق المتحد كيف عم تبرم، وكوغا كمان عم يسدد بنجاح نقطته الثامنة. تاني 3 بوست لنيكولاس كوغا، تاني ثلاثية لنيكولاس كوغا. عم يلعبوا بطريقة ممتازة، بطريقة جماعية رائعة لاعبين نادي المتحد، يعني عم يقدروا يفضوا بعض. الكل عم تبرم الطابة عنده، والكل عم يكون عنده اوبن شوتس. وكوغا صار رصيده 8 نقط. تايم اوت المدرب فؤاد ابو شقرة. مذكر بالهاشتاج SAJMOT، هي الهاشتاج اللي عم نتواصل نحن وياكم فيها. بعد التايم اوت لنشوف شو ممكن يتغير عن النادي الاخضر يلي عم يلاقي تشجيع هلا من جمهوره. تود اوبراين عم يمرر للعقل تيرل ستوغلن. لاحظوا دفاع فريق المتحد. خطأ من الايوبي لصالح ستوغلن، الخطأ الثالث على عمر الايوبي. اول ثاني لاعب عم يرتكب 3 اخطاء بعد جو غطاس. اثنين فري ثرو لستوغلن، 12 نقطة برصيده، بسجل نقطة ال 13، بعدل رقمه لعمر الايوبي على النقطة ال 13. ما بينجح بالمحاولة الثانية، ثابت على الريباوند. مايك تايلر اللاعب السريع والخطر، راميل كاري. مايك تايلر بمرر، لاحظوا مايك تايلر كيف عم يمرر، والسلة ناجحة لصالح فريق المتحد. تشارلز تيبت يلي كان عم يسجل نقطته الرابعة، مش معقول مايك تايلر كيف قدر ضرب دفاع فريق الحكمة بنجاح باهر. تود اوبراين لهايك، تود اوبراين تحت السلة. لاحظوا كيف عم يتحركوا دفاعيا. ملا روتيشن بالديفنس عند فريق المتحد. قد ايه عندهم مسماتش لصالح النادي الاخضر، قد ايه دفاع فريق المتحد عم يقدر يسكر كل الثغرات. خطأ لصالح اوبراين. فريق الحكمة اللي ناطروا مباراة مهمة كتير يوم الأحد، دوربي بيروت. اوبراين بسجل الفري ثرو الأولى، نقطته الثامنة بالجيم. ما بينجح بالمحاولة الثانية. هايك بيعمل الاوفنسيف ريباوند، وفي هون بتوين يعني رالف عقل قدر بسرعة حط ايده على الطابة ليقدر ياخد البتوين. هون البوزيشن عم يستفيد منها فريق الحكمة، لكن بانطلاقة الكوارتر الثالث رح تكون بوزيشن لصالح المتحد. يعني اليوم في 2 اخوة ضد بعض، رالف ورودريك عقل وبشير وطارق العموري. رودريك بطلع الطابة لبرا عند ستوغلن بعد في ثانيتين. تيريل بسجل تيريل ستوغلن نقطة ال 15، وبنزل الفارق ل 13 قبل 4 دقايق من نهاية الكوارتر الثاني. بوكس اند 1 على راميل كاري. العقل هو اللي عم يعمل البوكس اند 1، هو اللي عم يلعب مان تو مان على راميل.
بغياب مايك تايلر. لحظة طابة كيف عم تبرم تشارلز، بيبرم بيسجل نقطته السادسة على البوكس اند 1. تشارلز ثابت مرتاحين، عم يلعبوا بثقة كبيرة لاعبين النادي المتحد من دون ولا أي مشكلة. لما الطابة تبرم بهالشكل ويكون فريق عنده هيك ديفنس اكيد الامور بتكون هينه على كل اللاعبين. رالف عقل كمان عم يعمل ريباوند دفاعي، رالف مر لطارق العموري بيعمل موف بحاول يوصل له اياها لتشارلز ثابت، هايك بيقطع الطابه لكن مش لفتره بتبقى لصالح نادي المتحد. كاري بمر لطارق، العموري بيمرق على البيس لاين بيعطي تشارلز ثابت تحت السله وفي تورن اوفر على فريق المتحد. 3 سكندز. 3 دقايق و10 ثواني. العقل رودريك بيروح على السله وبيسجل عقل اولى نقاطه بالمباراه وبياخذ الخطا كمان. الخطا من خيو رالف عقل. اول خطا على رالف، اولى نقاطه لرودريك. تايم اوت للمدرب ألان أباز. 3 دقايق و3 ثواني بيبقى لنهاية الكوارتر الثالث. 33-46. مايك تايلر يلي عنده 3 اخطاء، المدرب أباز صار له فتره مريحه على مقعد الاحتياط، وبالرغم من هالشي فريق المتحد ما عم يتاثر. لما الفريق يلعب كتيم ما بيتاثر باسم. اصلا المتحد عم يلعب من دون ريشون تيري وبالفعل عم يقدم مستويات كبيره. وهلا مايك تايلر على مقعد الاحتياط. رودريك بسجل فري ثرو. العقل نقطته الثالثه لرودريك. الفارق بيصل ل 12. 1-3-1 عم يلعب على المدرب فؤاد ابو شقره. رمال كاري بيعمل الفيك، ما بيتجع بحاول الريباوند لمين؟ لصالح تشارلز الثابت عم يسجل. ما معقول تشارلز ثابت عم بيقدر يسجل من اوفنسيف ريباوند امام دفاع النادي الاخضر. تيريل ستوكلين بسجل. الحكم بقول نقطتين. 17 نقطة لتيريل. كمان 1-3-1 من فريق الحكمة بوجه هجوم النادي المتحد. رالف عقل بياخد التسديدة الثلاثية. الريباوند لمين؟ الريباوند لصالح تشارلز ثابت يلي كمان عم يعمل اوفنسيف ريباوند. ما معقول تشارلز، والمحاولة الثلاثية من كاري ما بتنجح. قدر تشارلز ثابت يعمل اوفنسيف ريباوند جديده، وما تسالوني ليه هاللاعب هو افضل ريباوندر لبناني والخامس اوفرول بين كل اللاعبين الاجانب الكبار، عم يكون موجود بالتوب 5. فريق الحكمة عمل فرصة كبيرة لينزل الفارق ل10 او اقل قبل دقيقتين وثانية من نهاية الكوارتر الثاني. الي رستم عم يخترق، تبقى لصالح النادي الاخضر. 11 ثانية متبقية لفريق الحكمة. علاء الدين أرناؤوط من جديد على ارض الملعب.
بدلا من الثابت. رستم الي رستم بيخترق في خطأ لصالح الي. الخطأ من رالف عقل. 2 فري ثرو للرستم، 3 نقط برصيده. بسجل الأولى إلي نقطته الرابعة. بسجل كمان 2 إلي رستم نقطته الخامسة. الفرق بيظل 10 قبل الدقيقة و43 ثانية من نهاية الكوارتر الثاني. جمهور الحكمة بهالوقت عم يشجع فريقه بقوة. رالف عقل بوش دفاع المنطقة. تسديد الطارق العموري بسجل كمان عن الارك. لاعبي نادي المتحد عم يلعبوا بتوفيق كبير، والي رستم عم يعمل ووكينج. تورن اوفر على الي رستم. 8 3 بوينتس لفريق المتحد. 24 نقطة من 51 مسجلين عن ارك 3 بوينتس. مسجلين 51 نقطة بعد ما خلص الكوارتر الثاني، بعد في دقيقة و10 ثواني منه. كمان نيكولاس كوغا هالمرة ما بينجح. الريباوند لمين؟ كمان على الدين ارناؤوط بيعمل اوفنسيف ريباوند. مسيطرين على الريباوند، كمان على الاوفنسيف ريباوند سيطرة لفريق المتحد. اقل من دقيقة لنهاية الكوارتر الثاني. على الدين ارناؤوط بيضرب على السلة. ريباوند هالمرة لرودريك عقل، بطلع الفاست بريك. رودريك العقل بخلي الطابة بايده، بسدد بالمسافة المتوسطة، بسجل نقطته الخامسة، بنزل الفرقة ل 11. تايم اوت للمدرب ألان أباز. 37 ثانية و17 بيبقى لنهاية الكوارتر الثاني. 40-51. المدرب ألان أباز يعني طلب تايم اوت قبل 37 ثانية و17 من نهاية الربع الثاني. بذكر بالنتيجة 40-51. لاعبي فريق المتحد على ارض الملعب. زون ديفاس بالمدرب فؤاد ابو شارة. 2-3 تسديده ثلاثيه ما بتنجح. الريباوند للعقل. رودريك بيطلع الفاست بريك، بيعطي هايك، وهايك بيعمل الووكينج. تورن اوفر على هايك بالفاست بريك قبل 22 ثانيه. من 20 ثانية إذا المتبقي لنهاية الكوارتر الثاني. مايك تايلر بيرجع على أرض الملعب، عم يلعب ب3 أخطاء. مايك تايلر بعد في 5 ثواني لنهاية الكوارتر الثاني. تمريرة توصل لراميل كاري، بسدد راميل كاري. الريباوند لتاد أوبراين، والكوارتر الثاني مشاهدينا عم ينتهي بنتيجة 40-51. 11 نقطة عم يتقدم فريق المتحد خارج أرضه على حساب فريق الحكمة بفارق 11 نقطة. النتيجة برجع بذكر فيها 40-51. مشاهدينا رح نتوقف نحن وياكم لبريك لحوالي 10 دقايق وبنرجع بنتابع على الجزء الثاني.
من جديد مشاهدينا بنرجع نحن وياكم لملعب غزير للقاء الحكمة وفريق المتحد. الكوارتر الاول اللي كان انتهى بتعادل الفريقين على النقطة 21، انتهى الكوارتر الثاني بتقدم فريق المتحد بفارق 11 نقطة 40-51. اكيد الفريقين اخذوا تعليماتهم بالهاف تايم قبل انطلاق الربع الثالث بانتظار حكام المباراة يلي دخلوا على ارض الملعب اللي عم يطلبوا من الفريقين يتوجهوا لعند المدربين لياخذوا التعليمات الاخيره قبل انطلاق الكوارتر الثالث. برجع بذكر فريق الحكمة عم يلعب المباراة ما قبل الاخيره له بالريجولار سيزون. نشوف كيف رح تكون ردة فعل رجال المدرب ابو شقرة بانطلاقه الكوارتر الثالث. بذكر بالهاشتاج اللي عم نتواصل نحن وياكم فيها SAJMOT، هي الهاشتاج يلي عم نتواصل فيها بالكومنتس عن المباراة. حكام المباراة الثلاثة زياد طنوس، مروان ايجو ورباح نجيم. هن حكام المباراة الثلاثة يلي عم يقودوا هالمباراة بافتتاح المرحلة 16. بكرة تستكمل المرحلة 16 باللقاء بين الشانفيل والرياض. الرياضي والشانفيل، الرياضي على أرضه رح يستضيف فريق الشانفيل، لكن رح يلعب من دون جمهوره نادي الرياضي بيروت بطل لبنان، غياب الجمهور بسبب إيقاف جمهور النادي البيروتي لمباراة وحدة. الشانفيل يلي عم ينافس فريق الويزي على المركز الثامن مثل ما قلنا بشراسة كثير كبيرة. الفريقين عندهم نفس عدد النقاط، لكن لهلا الأفضلية لفريق الويزي لأنه قدر فاز على فريق الشانفيل بذهاب البطولة بفارق 20 نقطة. لما يتعادلوا الفريقين مع بعض تبقى الأفضلية للفريق يلي فائز بالمواجهات المباشرة. إذا تعادلوا بالمواجهات المباشرة بنروح لسكور افريج. على أرض الملعب راتكو فاردا، إلي رستم، رودريك عائل، تيريل ستوغلين وتود أوبراين. من جهة النادي الشمالي تشارلز تيبت، نيكولاس كوغا، مايك تايلر، راميل كاري وطارق العموري. الكوارتر الثالث بينطلق. زون ديفانس بالمدرب فؤاد ابو شقرة. راميل كاري بمرر لنيكولاس، مايك تايلر بيخترق بيسدد ما بيسجل. مايك تايلر، تود اوبراين بيعمل الريباوند، لعب ممتاز على الريباوند. تود اوبراين بأمن اول ريباوند لفريقه. تسديده من المسافة المتوسطة عم تتسجل. طارق العموري عم يمرر لنيكولاس كوغا. مش معقول اليوم نيكولاس كوغا للمرة الثالثة بالمباراة عم يسجل. راتكو فاردا كان سجل أول سلة لفريق الحكمة بالكوارتر الثالث. رات كوغا بثلاثية. إلي رستم لراتكو فاردا، فاردا ما بيرجع لكن في خطأ. تمريرة ذكية كانت من إلي لراتكو فاردا. الخطأ الثالث على تشارلز تيبت. هيدي وحدة من الأمور المهمة كتير بالمباراة. تشارلز تيبت دخل بفاول ترابل. الأولى بسجلها فاردا، نقطته الخامسة بالجيم. مبلش بطريقة جيدة راتكو فاردا بالكوارتر الثالث. بضيع الفري ثرو الثانية. ريباوند لتشارلز. مايك تايلر عم يمرر لتشارلز تيبت. تيبت ما بيجمع المحاولة وتود اوبراين بيعمل الريباوند. فريق الحكمة بالفاست بريك مع رودريك عائل. عائل بمرر لتريل. تريل بياخذ التسديد الثلاثية والريباوند لراميل كاري. ريباوند دفاعي لراميل.
طارق العموري تورن اوفر على طارق، قدمه خارج لاين الاوت. فريق الحكمة امام فرصة كبيرة لتقليص الفارق لأقل من 10. 43-54. راتكو فاردا لإلي رستم. إلي رستم بيطلع بيقطع من البيس لاين، ما بيسجل. اوفنسيف ريباوند لراتكو فاردا تحت السلة، في خطأ لصالح فاردا. لنشوف الخطأ على تشارلز تيبت، الخطأ الرابع على التيبت. 4 أخطاء على تشارلز تيبت بالمباراة، والأرناؤوط بدلا منه على أرض الملعب. المدرب ألان أباز رح يخسر جهود لعبه تشارلز تيبت مؤقتا. تكنيكال فاول على تشارلز تيبت. ما معقول شو صار. التيبت يعني هاي مش المرة الأولى تشارلز تيبت بيعمل نفس الغلطة تشارلز تيبت. بمباراة سابقة كمان ارتكب خطأ واعترض عند الحكم بشكل متلاحق، تعرض لتكنيكال فاول، واليوم كمان نفس الشيء. تشارلز تيبت عم يخرج بالأخطاء الخمسة بوقت فاردا عم يسجل الفري ثرو الأولى. الفارق بينزل ل10. فاردا بنزل الفارق ل9 نقط، 7 نقط لراتكو. هلا تيرل ستوغلين رح يسدد التكنيكال فاول. ل 17 نقطة لتيرل، بسجل الفري ثرو. نقطة 18 لستوغلين. الفارق نزل ل8 نقط، 6 نقط للنادي الاخضر مقابل 3 لفريق المتحد بالكوارتر الثالث باول دقيقتين. الحكمة عم يجرب يعمل الكامباك. توت اوبراين بيستلم. تيرل ستوغلين، تيرل عم يخترق وفي خطأ لصالح تيرل ستوغلين. الخطأ على علاء الدين أرناؤوط. الخطأ الثاني على علاء الدين أرناؤوط، يعني في خطأ على علاء الدين أرناؤوط وعلى راتكو فاردا. دبل فاول. فاردا عم يستلم تحت السلة. راتكو فاردا عم يجرب يعمل بيسجل راتكو فاردا وبيولع المدرجات، والفارق نزل ل6 نقط. 48-54. الفارق نزل ل6 نقط. فريق الحكمة عم يعمل كامباك. طارق العموري بسدد عن الارك. الريباوند الرستم بيعمل كنترول، والمباراة عم تنطلق من جديد. والعائل بيضيع المحاولة الثلاثية. مايك تايلر على الريباوند. مايك تايلر بيروح على السله، ما بينجح بالمحاولة. رودريك بيعمل الريباوند، بمر لقدام عند الرستم، والرستم عم بيسجل، والحكمة عم ينتفض بالكوارتر الثالث وعم ينزل الفارق ل4. مباراة مجنونة بكل معنى الكلمة. انتفاضة كبيرة للنادي الأخضر بالدقيقتين و48 ثانية. تايم اوت المدرب ألان أباز. 50-54. كامباك كبيرة لرجال المدرب أبو شارة بالكوارتر الثالث. بالدقيقتين و48 ثانية نزلوا الفارق من 11 ل4. بذكر بالهاشتاج SAJMOT.
SAGMOT، يعني الابريفياسيون عم تشوفوها للناديين على الشاشه امامكم على السكور بورد، هن الهاشتاج موصولين مع بعض على التويتر. لنشوف المدرب أبز بعد التايم اوت اللي طلبه شو راح يتغير بأرض الملعب. فريق الحكمة بالزون ديفنس، زون 2 3. راميل كاري عم يمرر للعموري، مايك تايلر بيعمل الفيك، بيقترب، بيسدد، خطأ لصالح مايك، خطأ لصالح مايك تايلر، واثنين فري ثرو. الخطأ من راتكو فاردا، الخطأ الثالث على فاردا، كمان صار بفاول ترابل راتكو. الأولى بسجلها مايك تايلر، نقطته الثامنة. مايك تايلر بيسدد وبيسجل نقطته التاسعة بالمباراة. المتحد بيرجع بيتقدم بفارق 6، 3 دقايق على انطلاق الكوارتر الثالث. رودريك عقل كمان زون ديفنس من المدرب ألان أباز، كمان زون 2 3. الفريقين عم يلعبوا بزون ديفنس، اثنيناتهم نفس الزون، والعقل أمن له طريق راتكو فاردا. وهون ما بعرف شو صار بين علاء الدين أرناؤوط وراتكو فاردا. يعني ما انتبهنا شو صار. شفت راتكو فاردا على أرض الملعب، ما بعرف إذا صار في احتكاك بين علاء الدين أرناؤوط وفاردا، ما فينا نأكد هالشي. 52 56. مرة جديدة هجوم المتحد امام امتحان دفاع المنطقة للنادي البيروتي. مايك تايلر بسدد وبسجل كمان. مايك تايلر نقطه ل11 من المسافة المتوسطة ليرجع يعمل الفارق 6. رستم لستوغلن، تريل عم ياخذ التسديدة الثلاثية، بسجل نقطه ال21. ثالث 3 بوينتس لتريل ستوغلن، والفارق نزل ل3. الفارق نزل ل3، ونجم الشوط الاول عمر الايوبي على مقعد التبديل. مايك تايلر، مايك بطلع الطابة لبرا عند نيكولاس. راميل كاري تسديدة ثلاثية ما بسجل. الريباوند لراتكو فاردا، بمرر للرستم. رستم بروح بالفاست بريك، بوصلها لتود اوبراين، خطأ لصالح تود، خطأ لصالح تود اوبراين. رح يكون عنده 2 فري ثرو. يعني بالمباراتين يلي لعبهم بالدوري اللبناني قبل هالمباراة ما سدد كثير عن الفري ثرو. نحكم على البرسنتج، سدد 3 مرات عن الرميات الحرة بأول مباراتين، سجل ال3 وهون عم يسجل الرابعة. 9 نقط لتود اوبراين، كمان بيسجل تود اوبراين نقطه ال10 لتود، كمان عم يعمل دبل بهالمباراة. الفارق نقطة 57 58. الحكم رجع من محل بعيد للمباراة. مايك تايلر عم يخترق، كمان مايك تايلر عم يقدر يخترق دفاع المنطقة بشكل يعني منه صعب ابدا. عم يخترق ويسجل نقطه ل13. هو يلي عم يسجل كل نقاط فريقه بالكوارتر الثالث تقريبا. الي رستم بسدد عن الارك وبعد الارقام. 10 نقط للرستم، اول 3 بوينتس له بالجيم، 60 لكل فريق. مايك تايلر بجرب يرد، ما بينجح بالمحاولة. الريباوند لتود اوبراين، ورودريك عال بيطلع الفاست بريك. تريل ستوغلن بحاول يمرر، تبقى لتريل تسديد المسافة المتوسطة، المحاولة ما بتنجح. علاء الدين أرناؤوط على الريباوند.
60 لكل فريق. 5 دقايق متبقي من الكوارتر الثالث. مايك تايلر مش معقول، مش معقول. مايك تايلر 15 نقطة لمايك تايلر بوقت الحكمة. ضيع الفاست بريك. مايك تايلر رد وأعاد التقدم لفريقه. مقطوعة كمان من مايك. مايك بيعمل كنترول، بيروح على السلة. مايك تايلر بمرر لراميل كاري وخطأ لصالح راميل. خطأ لصالح راميل كاري. تمريرة ذكية من مايك تايلر، عمل ستيل تمريرة وكاري أخذ الخطأ. اثنين فري ثرو لكاري، بسجل المحاولة الأولى. 11 نقطة. تاني ما بيجا في اليرستو، معالي كتير على الريباوند. ترى ستوغلن تسديدة ثلاثية لستوغلن. 24 نقطة لتريل. 4 3 بوت سالوا بالجيم. راميل كاري عم يجرب يرد كمان بالسدة ثلاثية ما بتنجح المحاولة. وتود اوبراين تايمينج ممتاز لهاللاعب على الريباوند. تمريرة كانت بتوصل للعقل عن الارك. الحكم بضيع محاولة ثلاثية ومايك تايلر على الريباوند. مايك لنيكولاس. راميل كاري تعادل الفريق على نقطة 63. مباراة مجنونة بكل معنى الكلمة. عمر الأيوبي 16 نقطة لعمر، كمان 4 3 بوينتس مثله مثل تريل. كل واحد مسجل 4 3 بوينتس. المتحد عم يتقدم بفارق 3. رودريك بمرر للرستو، من رستو بسدد على الارك، ما بيرجع بالمحاولة. تود اوبراين بيعمل ريباوند، بيعمل موف رائع تحت السلة. موف رائع لتود اوبراين وخطأ لصالح تود. 63-66 قبل 3 دقايق و21 ثانية من نهاية الكوارتر الثالث. اثنين فري ثرو لتود. المحاولة الأولى لتود، بسجل كمان أوبراين. 11 نقطة بصير رصيده. كمان بسجل أوبراين. بالفعل لاعب ممتاز تود أوبراين. مايك تايلر، راميل كاري لمايك. مايك من المسافة المتوسطة. مش معقول مايك تايلر قد ايه عم يعرف يلعب ضد دفاع المنطقة. عم يلاقي كل الجابس بدفاع الزون وعم يسجل. 17 نقطة لمايك. تيريل ستوغلن لا تيريل 27 نقطة، 5 3 بوينتس وتعادل الفريق على النقطة 68. مايك تايلر عم يطلع الطابة لراميل كاري. كاري بياخد التسديدة الثلاثية. ريباوند لراتكو فاردا. والغطاس على مقعد التبديل ممكن يلعب بوكس اند 1 المدرب ابو شقرة على مايك تايلر. تود اوبراين ما بيرجع. تود اوبراين ريباوند كمان لتود. تود بجرب يلعب على السلة، بتبقى لصالح فريق الحكمة. الغطاس على ارض الملعب بدلا من رودريك عائل. بتصور في تغيير دفاع عند النادي الاخضر. ما بده يخلي المدرب ابو شقرة مايك تايلر يفوت اكثر بجو المباراة. الغطاس بمرر للرستم. الرستم بيسدد على الارك، ما بيرجع بالمحاولة. راتكو فاردا. خطأ لصالح راتكو بعد ريباوند هجومي.
وفاردا عنده فرصة ليعطي التقدم لفريق الحكمة. 9 نقط لراتكو. 3 أخطاء على نيكولاس كوغا. الأولى بسجلها الحكمة عم يتقدم. 10 نقط لفاردا. رمي حرة تانية كمان لراتكو. تنشيف الطابة. راتكو فاردا. 2:15 ثانية بما لنهاية الكوارتر الثالث. بسجل راتكو فاردا نقطة ال 11. مايك تايلر. الحكمة عم يتقدم بنقطتين. 70-68 مثل ما توقعت. بوكس اند وان على مايك تايلر. عمر الايوبي بيخترق بيوصلها للارناؤوط والارناؤوط عم يسجل. الارناؤوط عم يسجل نقطة الرابعة بتمريرة ذكية من عمر. قدر بسرعة على الثغرة بالبوكس اند وان اللاعب عمر الايوبي. مستوى كبير عم يقدمه الايوبي. خطأ من علاء الدين أرناؤوط. المدرب أبز عم يعترض. 3 أخطاء على علاء الدين أرناؤوط. الخطأ صار بعيد عن الطابة، يعني بوقت كان تريل عم يتحرك بالطابة الخطأ صار بين علاء الدين أرناؤوط وراتكو فاردا. فاردا بسجل فري ثرو الأولى نقطة ال 12. الحكمة بيرجع بيتقدم بنقطة قبل الدقيقة و45 ثانية من الكوارتر الثالث. بسجل كمان راتكو فاردا. 13 نقطة بصير رصيده. 72-70. الغطاس فول ديناي مع مايك تايلر. مايك بمرر مايك تايلر للرمي. الكاري عم يجرب ما يخليه يستلم يرجع. الايوبي بيسدد على الارك. اوفنسيف ريباوند من نيكولاس كوغا وخطأ لصالح كوغا. خطأ لصالح نيكولاس كوغا. الخطأ الرابع على راتكو فاردا. أربع أخطاء على راتكو فاردا. يعني شفتوا الاوفنسيف ريباوند يلي عمله نيكولاس كوغا قديه قدر غير خط لاعب ارتكاز فريق الحكمة بفاول ترابل. الاوفنسيف ريباوند دايما شغله كتير مهمه. هايك على ارض الملعب بدلا من راتكو. هايك رح يلعب هو على البوزيشن 4. تود اوبراين على الفايف. راميل كاري بمر لعند نيكولا. راميل كاري بطلع الطابة لبرا عند كوغا. كاري بيسدد على الارك ما بيرجع بالمحاولة الثلاثية كمان. كوغا بيعمل اوفنسيف ريباوند جديدة. تمريرة توصل لكوغا يلي بيسدد على الارك. مش معقول نيكولاس كوغا 4 3 بوينتس، يعني غير الاوفنسيف ريباوندز يلي عاملهم بوقت حساس. كوغا عم يسجل الثلاثية الرابعة وعم يعطي تقدم لفريقه بفارق نقطة. ترى ستوغلي بروح على السلة بسهولة بايده الشمال بيسجل نقطة 29. مايك تايلر بيخترق. خطأ لصالح مايك. يعني نيكولاس كوغا اللي عم يلعب بدلا من ري شون تيري عامل 14 نقطة بهالمباراة من 4 3 بوينتس. مايك تايلر الفري ثرو الأولى عم ينجح فيها. نقطة ال 18 بعدل النتيجة على ال 74.
ما بيرجع بالمحاولة الثانية. تود اوبراين بيعمل الريباوند بطريقة ذكية. تود اوبراين بالفعل ريفلكس رائع لهاللاعب، شاف الطابة دقت بالرم، طجت عليه بسرعة، شيلها ما خليها تطش نحو السلة مرة جديدة. بوقت إلي ريستوم عم يخترق، عم يمرر تورن اوفر على إلي ريستوم. سبعة وعشرين ثانية بيبقى لنهاية الكوارتر الثالث. مايك تايلر مايك والغطاس. مايك تايلر بيخترع على السلة، ما بيرجع بالمحاولة والقراوت. كمان الاوفنسيف ريباوندز لفريق المتحد عم يبتسموا بشكل كبير بوقت تيرل ستوغلن. لا تيرل ستوغلن على البازر مع نهاية الكوارتر الثالث عم يسجل نقطة ال 32. 6 ثلاثيات لتيرل ستوغلن، والكوارتر الثالث عم ينتهي بتقدم فريق الحكمة بفارق نقطة 77-76. اثنين وثلاثين نقطة لتيرل ستوغلن، 6 3 بوينتس بالمباراة لهلا. الحكمة عم يتقدم بفرق نقطة 77-76. الكوارتر الاخير بالمباراة 77-76، تقدم نقطة للاخضر. نشوف كيف رح تكون ردة فعل المدربين ولاعبيهم بالكوارتر الرابع والاخير. بوزيشن الاولى لصالح النادي الاخضر مع إلي ريستوم. جو غطاس هو عم يلعب على البوزيشن 1. هايكي بيستلم للريستوم. تود اوبراين عم يطالب بالطابة. تيرل بياخذ التسديدة الثلاثية. لا تيرل ستوغلن 35 نقطة، 7 ثلاثيات لتيرل بالمباراة، والتقدم 4 لصالح فريق الحكمة. نيكولاس كوغا بطلع الطابة لبرا عند مايك الأيوبي. عمر الأيوبي لمايك تايلر. مايك تايلر بيخترق، بيعطي القراوت، والقراوت كمان عم يسجل. القراوت عم يسجل نقطته الثامنة بالجيم، وعم يخلي فريقه بفارق نقطتين. هايك تسديدة الثلاثية. هايك ما بينجح بالمحاولة. مايك تايلر على الريباوند. مايك تايلر لاحظوا قد ايه سريع، على اللاعب بمر لنيكولاس كوغا. كوغا ما بينجح بالمحاولة. الريباوند لمين؟ البوزيشن لصالح فريق المتحد بقول الحكم. بتصور لمست هايك وطلعت للاوت. اوت اوف باوند مع راميل كاري. كاري تسديدة ثلاثية، بيسجل راميل كاري. ثالث ثلاثية ناجحة له بالجيم. 14 نقطة لراميل. المتحد عم يتقدم بفارق نقطة. تيرل ستوغلن بالمسافة المتوسطة ما بينجح. البوزيشن لصالح فريق الحكمة.
هايك تحت السلة، هايك ما بينجح بالمحاولة. الريباوند لكوغا، ريباوند دفاعي لكوغا. 80-81، 8 دقايق و18 ثانية بيبقى لنهاية المباراة. تسديده كمان ما بتنجح. اوبراين ما بيقدر يعمل كنترول. الريباوند لصالح الارناؤوط. اوفنسيف ريباوند جديده لفريق المتحد. مايك تايلر بمرر لنيكولاس كوغا يلي بيسدد على الار، كمان عم يسجل 17 نقطة، 5 3 بوينتس، 5 ثلاثيات لنيكولاس كوغا. يعني يمكن هيدا اللاعب الاقل اجرا بالدوري اللبناني لكرة السلة، مش يمكن، اكيد كلاعبين اجانب. تحت السلة خطأ لصالح تيرل ستوغلن. أربع أخطاء لعمر الأيوبي. تاني فري ثرو لستوغلن، 35 نقطة برصيده تيرل. الأولى بسجلها. بسجل كمان الثانية، 37 نقطة لتيرل. الفارق بيصل لنقطتين، 7 دقايق و35 ثانية متبقي لنهاية المباراة. راميل كاري، الارناؤوط عم يسدد بالمسافة المتوسطة. ريباوند لأوبراين. تيرل ستوغلن بطلع الطابة. تيرل ستوغلن بيبرر لأوبراين، وتود أوبراين عم يسجل نقطة ال 14 بتمريرة من تيرل لتتعادل النتيجة من جديد على النقطة 84. 7 دقايق متبقي. مايك تايلر، مايك توصل على دين ارناؤوط لطارق العموري. بلوك شوت من تود اوبراين، باور بلوك شوت. وتيرل ستوغلن بضيع المحاولة، بيضيع المحاولة تيرل ستوغلن. راميل كاري على الريباوند، ومايك تايلر خطأ لصالح مايك. تاني فري ثرو لمايك تايلر، 18 نقطة برصيده. عامل شغل كبير بالريباوندز والاسيست اليوم، يعني قريب من تريبل دبل. الأولى بسجلها مايك، نقطة 19، بيرجع بيعطي تقدم نقطة لفريقه. بسجل كمان مايك تايلر نقطته ال20. المتحد عم يتقدم بنقطتين. 6 دقايق ونص بيبقى لنهاية المباراة. ستوغلن لتود اوبراين، بمرر للرستوم. الرستوم يخترع على السلة، حلوة كتير، حلوة كتير من ايدي رستوم. الطريقة يلي اخترع وانهى فيها فينش رائع للرستوم. تعادل الفريقين من جديد، 86 لكل فريق. راميل كاري طارق العموري، طارق لبرا عند نيكولاس كوغا. 3 ثواني متبقية لراميل كاري. كاري بمرر للارناؤوط، الارناؤوط بيسدد، وتود اوبراين بيعمل الريباوند. تود الافضل بالمباراة بالريباوندز، بوقت تيرل ستوغلن بضيع المحاولة امام دفاع المتحد. خطأ من الغطاس لصالح طارق العموري، خطأ لصالح طارق العموري. مايك تايلر
5 دقايق و40 ثانية تفصلنا عن نهاية المباراة. مايك لنيكولاس كوغا عم يسدد من محل بعيد، ما بتنجح المحاولة. راميل كوري كمان بيعمل اوفنسيف ريباوند. في تباطؤ عن دفاع فريق الحكمة، وهيدا الشيء اللي عم يعبر عنه المدرب ابو شارع، عم يعيط على لاعبيه كيف عم يضيعوا الريباوندز. هايك بيعمل ديفensive ريباوند، فاست بريك ورستم عم يعطي التقدم لفريقه. 14 نقطة لألي رستم بالمباراة. الحكمة عم يتقدم بنقطتين. 5 دقايق بيبقى لنهاية الجيم. راميل كوري بينقل طابة لطارق العموري. نيكولاس كوغا هالمرة بيسجل كمان عم يسجل 20 نقطة لكوغا، 6 3 بوينتس. يعني إذا تيرل ستوغلن سجل 7، نيكولاس كوغا لحاله مسجل 6. يعني بالفعل الفاول ترابل يلي الفاول اوت يلي وقع فيه تشارلز تيبت فادوا لنيكولاس كوغا. تود اوبراين بيعمل موف ما بينجح. تود اوبراين ريباوند لا هايك كمان بدوره ويتمكن من التسجيل. ارناؤوط على الريباوند. تقدم نقطة للنادي الشمالي. مايك تايلر بيكسر الطابة، بيرجع بيعمل كنترول. مايك بيسدد بالمسافة المتوسطة. الريباوند كمان هجومي للنادي المتحد، ونقطتين جديد عم يسجلهم طارق العموري. 5 نقط لطارق العموري. اوفنسيف ريباوند لطارق وسلة جديدة لصالح العموري. الاوفنسيف ريباوندز عند فريق المتحد عم يعملوا الفرق، عم يعملوا كل الفرق الاوفنسيف ريباوندز. 4 دقايق بيبقى لنهاية المباراة. المدرب ابو شارع عم يدفع براتكو فردا ورودريغال على ارض الملعب. 88-91. العموري بيسجل طارق كمان نقطته السادسة ليتقدم النادي الشمالي بفارق 4. العقل وفرد على ارض الملعب. رجعوا تيرل ستوغلن بسهولة تمريرة ذكية من اوبراين. 39 نقطة لتيرل ستوغلن. 3 دقايق و50 ثانية الفرق نزل لنقطتين. لاعب نادي المتحد عم يتوجه على ارض الملعب. اللاعب اذا ماني غلطان راميل كوري موجود على ارض الملعب عم يتوجه. كل السلامة له، او عفوا مايك تايلر. تايم اوت قبل 3 دقايق و50 ثانية. ثلاث دقايق و45 ثانية بيبقى لنهاية المباراة. مايك تايلر عم يدافع عليه رودريغ عقل. طارق العموري، طارق بيخترق بيسدد ما بيسجل. طارق العموري الريباوند لمين؟ البوزيشن لصالح النادي الأخضر. تيم ريباوند لصالح فريق الحكمة. ثلاث دقايق ونص
90 حكمة 92 متحد. اخر مرة فاز المتحد بهالملعب من 1058 يوم ب 22/4/2013. خطأ لصالح إلي رستم. اثنين فري ثرو للرستم، 14 نقطة برصيده اليوم. الأولى بسجلها إليه، نقطة ال 15. واحدة 92. تاني ما بينجح فيها. الريباوند لطارق. رمال كاري. جمهور الحكمة عم يجرب يحط بريشر على نادي المتحد بالثواني الأخيرة والدقائق الأخيرة. مايك تايلر. مايك بيخسر الطابة. مايك تايلر أمام دفاع ممتاز من راتكو فاردا. دفاع ممتاز من راتكو فاردا. رودريك عقل. أقل من 3 دقايق إلى نهاية الجيم. فرصة لفريق الحكمة يتقدم. فاردا. راتكو لتود أوبراين. العقل بعد عنده 7 ثواني. تيريل ستوغلن بيخترق. تيريل بإيده الشمال ما بيرجع بالمحاولة. الريباوند لصالح مين؟ البوزيشن لصالح نادي المتحد. 2:36 ثانية متبقي. 91-92. مايك تايلر. راميل كاري. نيكولاس كوكا ما بيرجع بالمحاولة. رودريك عقل بيعمل الريباوند. العقل بيكسر الطابة. رودريك عقل والبوزيشن لصالح النادي الشمالي مع مايك تايلر. 2:05 ثواني. فريق المتحد بالهجوم. مايك تايلر بيحافظ على الطابة بعد عنده 5 ثواني. راميل كاري بعد عنده ثانيتين بطلع الطابة لبرا وكلوك فايوليشن على فريق المتحد. تورن اوفر على فريق المتحد. 1:50 ثانية بما لنهاية المباراة. 1:50. ستوغلن هو عم يطلع الطابة. راتكو فاردا عم يركب سكرين. ستوغلن ما بيرجع بالمحاولة. ريباوند لأوبراين. خطأ لصالح تود أوبراين. قد ايه بيتحمس مع فريقه هاللاعب. جمهور الحكمة يلي بالفعل عم ينفعل مع لاعبه الجديد تود أوبراين. راح يكون عنده 2 فري ثرو قبل 1:33 ثانية. 4 أخطاء على طارق العموري. تود بيضيع المحاولة الأولى بوقت فريقه بأمس الحاجة لأي نقطة. الأولى عم يضيع تود أوبراين. بسجل المحاولة الثانية. ما بعرف هون شو صار بين الأرناؤوط كمان وراتكو فاردا. تعادل الفريقين قبل 1:33 ثانية. احتكاك بين فاردا اذن وعلاء الدين أرناؤوط. البوزيشن لصالح النادي الشمالي. 1:33 ثانية. تعادل الفريقين على نقطة 92. نذكر بالهاشتاج SAJMOT.
مايك تايلر عم يستلم، رودريجا عم يدافع عليه. مايك بمرر لرمال كاري، كاري بيسدد، كاري عم يسجل نقطتين بقول الحكم. 16 نقطة لرمال كاري، بيعطي التقدم لفريقه قبل دقيقة و15 ثانية. المتحد عم يتقدم 94-92. تيريل ستوغلن، تيريل بيمرق على البيس لاين، بمرر لبرا عند رستم، رستم بيسدد على الارك، المحاولة الثلاثية ما بتنجح. إلي رستم بيعمل اوفنسيف ريباوند، اوفنسيف ريباوند لإلي رستم. ستوغلن، تيريل عم يخترق بيروح على السلة، ما بيسجل، لكن المتابعة تود اوبراين عم يسجل ويعدل الارقام. 40 ثانية لنهاية المباراة، وملا مباراة عم نعيشها. بعتذر اكيد من صوتي بسبب الجريب. نيكولاس كوغا لمايك تايلر، مايك بيسدد مع الباك بورد، الريباوند لراتكو فاردا بيعمل الريباوند بمرر لرودريج. 15 ثانية بيبقى تعادل الفريقين على نقطة 94. تيريل ستوغلن، تيريل خطأ لصالح تيريل ستوغلن قبل 6 ثواني و14. خطأ لصالح تيريل ستوغلن. بعد ما في فري ثرو، هيدا الخطأ الرابع على فريق المتحد. المدرب ابو شعره عم يعترض على طاولة الحكام، في مشكلة بتصور بالثواني. على كل الاحوال ما في فري ثرو، بس لذكر ما في فري ثرو، هذا الخطأ الرابع على فريق المتحد. تايم اوت، تايم اوت للمدرب فؤاد ابو شعره. 6 ثواني و14 بيبقى لنهاية المباراة. البوزيشن لصالح فريق الحكمة. ملا مباراة عم نعيشها. فريق الحكمة اللي كان متأخر بفارق 11 نقطة مع نهاية الكوارتر الثاني رجع للمباراة وبقيت متعادلة وصولا لآخر 6 ثواني ونص. خمس اخطاء كمان على طارق العموري، ارتكب الخطأ يعني لايقاف الوقت. جمهور الحكمة عم يشجع تيريل ستوغلن. مين رح ينهي، مين رح ياخذ ديسيجن بفريق الحكمة باخر 6 ثواني و14. سايد بول مع رودريج عقل. خلينا نتابع الثواني الاخيرة، وهل رح نروح لاوفر تايم او رح يقدر النادي الاخضر يحسمها؟ اوبراين عم يستلم، خطأ لصالح تود اوبراين، خطأ لصالح تود اوبراين من نيكولاس كوغا. 4 اخطاء على كوغا، 2 فري ثرو لاوبراين قبل 5 ثواني و20. $17 نقطة لتود. الكل على اعصابه، المدرجات جماهيرها كلها واقفة. اوبراين بضيع الفري ثرو الاولي، بضيع المحاولة الاولى تود اوبراين.
بيضيع المحاولة الأولى تود أوبراين، رح يكون عنده محاولة تانية. رمية حرة تانية إذن لتود، بيسجل تود أوبراين، بيعطي التقدم لفريقه بفارق نقطة 95 94. 5 ثواني و20 لنهاية المباراة. تايم اوت. يعني قد ايه بعد في بهالمباراة. خليني اقول لكم فريق الحكمة مرتكب 3 اخطاء، يعني بعد عنده خطأ بيقدر يعمله من دون ما يكون في فري ثرو. لنشوف تكتيك دفاعي من المدرب ابو شقرة امام تكتيك هجومي من المدرب ألان أباظ ب5 ثواني و20. لاعبي ورجال المدرب ابو شقرة على ارض الملعب دفاعا، ولاعبي ورجال المدرب أباظ على ارض الملعب هجوما، والفصل ب5 ثواني و20. 95 94 لصالح الحكمة. ملا مباراة. عمر الايوبي على السايد بول. الايوبي بمرر تبريرة توصل للايوبي، يلا بيسجل قبل 19. مش معقول الايوبي، مش معقول شو عمل، كيف سجل الايوبي قبل 19 بنهاية المباراة. الايوبي عم يسجل نقطة ال 18 والمتحد عم يتقدم بفارق نقطة. تايم اوت للمدرب فؤاد ابو شقرة قبل 19 من نهاية المباراة. ما معقول كيف انلعبت عند النادي الشمالي، ما معقول كيف مرر كاري وكيف سجل عمر الايوبي. اللاعب يلي سجل اغلب نقاطه بالشوط الاول سجل سلة غالية قبل 19 من نهاية المباراة. خمسة وتسعين 96. هلا رجال المدرب أباظ دفاعا ورجال المدرب ابو شقرة هجوما، والفصل ب19 من الثانية. سايد بول لرودريك عقل. مباراة مجنونة، بطولة مجنونة. العقل بمر لتود اوبراين. المحاولة ما بترجع والمتحد عم بيفوز. المتحد عم بيفوز بالمباراة بفارق نقطة وبنتيجة 95 96. الحكمة عم يتعرض لخسارته العاشرة والمتحد عم يحقق انتصاره التاسع ببيبسي بطولة لبنان كرة السلة. مشاهدينا بدي اشكر اكيد حسن المتابعة كل يلي تابعوا معنا هالمباراة. بنلتقى اكيد بكرة الساعة 8:30 بلقاء الرياضي والشانفيل من قاعة صاحب سليم بالمنارة 8:30. على وقتها بشكر حسن المتابعة، بدي اودعكم الى اللقاء.